وهل لو خسيت هيحصل الترهلات دي ولا لا؟ طب احنا بنقول للعيان بتاعنا احنا بنعمل بروتوكول كامل. لما العيان اولا النزول الصحي للوزن على مدار سنه سنه ونص ده عامل مهم جدا عشان ما تحصلش الترهلات وما نحسش بالشحوب دوت. نمره 2 كميه السوائل اللي العيان بياخدها بعد العمليه لازم تكون مش اقل من 2 ل 3 لتر يوميا. ان انا احافظ في الوجبات بتاعتي على البروتين، احافظ في الوجبات بتاعتي على الخضار جامد جدا، في عناصر ومعادن اساسيه جدا الجسم محتاجها. احافظ ان انا العب رياضه بعد شهر من العمليه، يبقى انا كده بعمل ريشيبنج للجسم. يعني انا لو صحتي كويسه اقدر اعمل رياضه كويس، باكل بروتين كويس فبزود الماسل بالك بتاعي، يبقى انا بزود الماسل بالك بتاعي بالرياضه، باكل بروتين كويس، بزود الكتله العضليه بالظبط كده، بزود الكتله العضليه بتاعتي، بلعب رياضه، بعمل هيدريشن او بشرب ميه كتير عشان اخلي السوائل واصله للانسجه بتاعتي كويس. نسبه حدوث الترهاب بتبقى قليله جدا. وبقول للعيان بتاعي انت لازم تقارن الريسك ده، انا عندي وزن زايد امشي بالاوزان الزايده دي ولا في احتماليه حدوث ترهلات؟ لو اتبعنا التعليمات ما يحصلش ترهلات ان شاء الله. وحتى لا قدر الله لو حصل ترهلات فليها علاجات، يبقى انا مش هحرم نفسي من الفائده الكبيره جدا، هحرم نفسي من فائده جراحات السمنه اللي هتحميني من كل الامراض حتى لغايه الوفيات، يعني ربنا يعافينا ويعافي الناس كلها. فان انا اخاف من الترهلات. لو مشينا على البروتوكول بتاعنا ما يحصلش ترهلات خالص ان شاء الله، وما يحصلش شهوب بالذات السيدات في الوجه، ما يحصلش ان المناطق تنزل عن مناطق، العب رياضه كويس، اكل صحي كويس، نسبه الترهلات قليله جدا جدا.